السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا في مقطع جديد على قناة ما وراء الحكاية. قصة اليوم بعنوان بلد العميان، هي قصة خيالية تعد من أشهر القصص على الإطلاق. طبعت لأول مرة عام 1936 وما زالت حتى الآن واحدة من أروع القصص العالمية. يحدثنا فيها المؤلف وكاتب القصة هذه عن مرض غريب انتشر في قرية نائية معزولة عن العالم بجبال الأنديز، فأصاب المرض سكان القرية بالعمى، ومنذ تلك اللحظة انقطعت صلتهم بالعالم الخارجي ولم يغادروا قريتهم قط. تكيفوا مع العمى وأنجبوا أبناء عميان جيل بعد جيل، حتى أصبح كل سكان القرية من العميان أو العميان، ولم يكن بينهم مبصر واحد. وذات يوم وبينما كان هناك متسلق الجبال يمارس هوايته انزلقت قدمه فسقط من أعلى القمة إلى القرية. لم يصب الرجل بأذى، إذ سقط على عروش أشجار القرية الثلجية. أول ملاحظة له كانت أن البيوت بدون نوافذ، وأن جدرانها مطلية بألوان صارخة وبطريقة فوضوية، فحدث نفسه قائلا: لا بد أن الذي بنى هذه البيوت شخص أعمى. وعندما توغل إلى وسط القرية بدأ في مناداة الناس، فلاحظ أنهم يمرون بالقرب منه ولا أحد يلتفت إليه. هنا عرف أنه في بلد العميان، فذهب إلى مجموعة وبدأ يعرف بنفسه من هو وما هي الظروف التي أوصلته إلى قريتهم، وكيف أن الناس في بلده يبصرون. وما أن نطق بهذه الكلمة حس بخطر المشكلة وانهالت عليه الأسئلة: ما معنى يبصرون؟ وكيف؟ وبأي طريقة يبصر الناس؟ سخر القوم منه وبدأوا يقهقهون، بل ووصلوا إلى أبعد من ذلك حين اتهموه بالجنون، وقرر بعضهم إزالة عيونه، فقد اعتبروها مصدر هديانه وجنونه. لم ينجح بطل القصة في شرح معنى البصر وكيف يفهم من لا يبصر معنى البصر، فهرب قبل أن يقتلع عينيه وهو يتساءل كيف يصبح العمى صحيحا بينما البصر مرضا. بلد العميان هو كل مجتمع يسوده الجهل والفوضى والفساد والتخلف والفقر والعنف والتعصب بسبب أفكار غير صالحة ومهيمنة عليه، وأي دعوة تنويرية تواجه بالرفض وريبة وعنف. بلد العميان هذا هو كل مجتمع تسوده الطائفية البغيضة وكره للآخر المختلف والتبرير لإيصال الأذى لكل من اختلف. بلد العميان هو ذلك المجتمع الذي يوجد فيه أفراد جل همهم ماذا يأخذون منه لا ماذا يقدمون له.